تكريم الطاقم التحكيمي بقيادة عبد الرحمن الجاسم. عشان اقول ان في مكاتفه كاتف في الظهر، اذا هناك مخالفه. وعلى قد برضو ما احنا فرحانين للمغرب بالمركز الرابع عالميا، وده طبعا انتصار عالمي وانجاز مغربي، الا اننا برضو زعلانين اللي جرى للمنتخب المغربي. وبعد ما كنا متوسمين ان المغرب يوصل للنهائي او ياخد حقه على الاقل يعني من ظلم التحكيم بمباراة فرنسا اللي العالم كله اتكلم عنها، اصبحنا بنلعب للاسف على المركز الثالث وفشلنا فيه كمان. وكأن شعور لاعبي المغرب بظلم الحكم المكسيكي لسه جواهم، واصبح قهرة الحكام ليهم ملازمهم في مباراة كرواتيا. وللاسف اللي بيوافق انه يخسر من البداية بيفضل يخسر، وكأنهم حاسين ببخس انتصارهم على فرنسا قدام كرواتيا. فأصبح صراع وتأنيب الضمير جوه لاعبي المغرب معاهم وملازمهم، فرجعوا خطوة كمان للوراء قدام كرواتيا. لما لا حول الله ما كرواتيا ما قدرتش على المغرب في المجموعات، لا حول الله دلوقتي قدرت ازاي؟ اشمعنى دلوقتي قدرت بهدفين 2؟ هل ده منطقي برضو؟ طبعا في تغيير في العزيمة وشكوك في عدالة الفيفا خارط قوى اللعيبة. مهما كنت قوي وحاد، لو شعرت بالقهر والظلم هتتهزم حتما، وإن كنت القيصر ذات نفسه. واللي مش شايف الكلام ده، وقبل ما نقول ده مجرد كلام فارغ، تعال بص بعد نهاية المباراة وامعن عينيك وبص كويس، هتلاقي في ثورة، أيوة ثورة لاعبي المغاربة، وعلى رأسهم حكيمي البركان السائر في وجه الحكم القطري. وكأن البركان انفجر خلاص. حكيمي كان شوية بس وهيجيب الحكم خناقة شوارع، لحد ما تدخل بدري بانون عشان اطول لاعب تقريبا وحاشي اللعيبه، وكل اللاعبي المغرب كانوا سائرين، والركراكي حتى لما اتدخل كمان كان غضبان وسائر مع اللعيبه. طبعا حاسين بمراره الصمت على ظلمهم، كاتمين وساكتين. النصيري اللاعب المغربي وكانه مكتوب عليه الاضطهاد من ايام ما كانوا بيقولوا مش لازم يلعب مع المنتخب، اليوم برضه اتمنع يحلق في السماء ويجيب جول. عارفين ليه بقى؟ زي ما قال امرابط في تصريحاته بمباراة فرنسا ان جيرو لاعب جيرو بتاع فرنسا كان لازق فيه ومش سايبه طول المباراة. ولما سأله ليه يا اخي سيب ناخد نفسي، طيب مالك يا جيرو انت ماسكني قوي ليه كده؟ فراح قال له جيرو دي تعليمات صارمة من المدرب، ولا يمكن اسيبك ابدا حتى لو همسكك بدراعي مش هخليك تتحرك. طبعا بقت خطة ان هم ينقوا احسن لاعيبه المغرب اللي بيعملوا فروق ويلزقوا معاهم ويمسكوهم ويكتفوهم. وما تقولش بقى الفار اصبح صم بكم، بس انتوا كتفوهم كويس والفار صم بكم اطرش. ودي طريقه تكتيكات من ضمن التكتيكات اللي بتساعد على الانتصار. وبرضه مع النصيري اللاعب الكرواتي ماسك كتف النصيري ومنعه من الطيران بمنطقه الجزاء. وهل ده مش من تدخلات الفار برضه؟ هنقول ان الحكم القطري مش واخد باله جايز يمكن. طب حكام الفار فين من اللقطه دي؟ طب لو كان العكس كانوا هيعدوها؟ طبعا لا، الامر بقى واضح وصريح. اصبحت الفيفا لا تريد فوز المغرب، وده مش كلامي لوحدي. البروفيسور الفايد الراجل المشهور ده بيأكد الكلام بتاعي، وناس كتير كمان غيره بيأكدوا الكلام ده. واضح جدا ان ثقافة الاستكتار على فوز فريق عربي مسكوكة في دم الفيفا. مش عايزين اي فريق عربي ياخد او يوصل للنهائي، حتى هم مش عايزين كده. فإذا كان سيلعبون مقابلة في كرة القدم المغرب سيفوز. إذا كانوا سيلعبون مباراة سياسية ها هنا المشكل. التنشيط في هذا الهرموني والتنشيط بالكورتيكويدات والتنشيط يعني المنشطات، يعني أقوى من الكورتيكويدات وأكثر أقوى من هذا. يعني منشطات، لأن هناك شركة متخصصة في صناعة المنشطات التي لا تظهر في المختبرات. عايزين تعرفوا حاجة جديدة كمان؟ انتوا سمعتوا ان اسرائيل تحدت المغرب قبل مباراة فرنسا وقالوا ابقوا ورونا ازاي هترفعوا علم فلسطين تاني يا مغاربة؟ سمعتوا الخبر التحدي ده؟ وشفتم طبعا حضور المكرون. والجديد بقى ان البروفيسور الفايد بيقول كلام مهم وخطير، ان في منشطات ما بتظهرش في الاختبارات بتخلي اللاعب له قدرة شرسة للغاية، بيجري كده زي امبابي، كأن اللعيبة كلهم بقوة امبابي. والمنشطات دي ربما كيميائية ربما بيوكيميائية من صنع علماء وبروفيسور اسرائيل اللي بتعمل برامج خطيره شكل بيجاسوس وبريديتور، برامج بتتجسس على اي تليفون في العالم. سهل عليها جدا ان هي تدي لاعب منشطات وتخليه يبقى بيجري ومن غير ما يتعب.
لمساعدة فرنسا في تخطي رفع العلم الفلسطيني. اتحالفوا مع بعض تقدر تقول فرنسا وعلماء إسرائيل، لأن لو المغرب كان انتصر على فرنسا ربما حرفيا سيتم طرد المسلمين من أوروبا من هول جنون الفرحة بتاعت المغاربة وفرحة العرب. ده إذا كان المغرب وصل للنهائي، لو كان وصل للنهائي تقريبا كده كانوا هيطردوا المسلمين حرفيا من بلاد أوروبا. احنا طبعا كلنا شفنا خناقات الشانسليزيه وشوارع بروكسل بلجيكا، الدنيا كانت هايجه خالص. طبعا كل ده ما يمنعش ان الارجنتين هتاخد الكاس، مش عشان اديداس الراعي لحملات ميسي ولا عشان خضوع الفيفا لميسي، بس عشان في اسباب تانية مش وقتها ان احنا نتكلم. بس ده كلام مؤكد، ميسي هيتوج بالكاس بكره ان شاء الله، هتشوفوا الكلام ده، وده كلام اكيد اكيد اكيد. وده طبعا لصالحنا، لازم نفرح ونشجع ميسي. وزي ما قال تريكا لازم نشجع ميسي. طب ليه يا ابو تريكا؟ ابو تريكا يا جماعه عنده علم وكلنا شفنا الموضوع ده، ان فرنسا هترفع علم المثليه، علم الالوان، اذا اخذت الكاس، في اشاره لتحدي المسلمين واشاره لانتصار المثليه والرامبو على الاسلام، الريمبو على الاسلام. وده عند ابو تريكا. ابو تريكا عارف ان المعركه تاريخيه واسلاميه، وعند اي مسلم اكبر من هزيمه المغرب. الدين اعلى شأنا من الكره، فلو انتم مقررين ان انتم ترفعوا العلم المثليه اذا فزتوا بالكاس، احنا اقل الايمان بتاعنا ان احنا مش هنشجع فرنسا، حتى لو كنا عايشين في فرنسا مش هنشجع فرنسا، عشان دي اصبحت حرب عقائديه، عايزين ينصروا المثليه على قيم واخلاق الاسلام. ففرنسا عايزه تخلي النصر كروي وتاريخي وديني، يعني عايزين يضربوا 3 عصافير بحجر واحد. بس ابو تريكا فطن لخبثهم وقرر يشجع ميسي. هتقولي ما ميسي صهيوني يا عم، انت ما شفتش وهو بيوقف عند الجدار اليهودي؟ عيب عليك تقول الكلام ده يا عزيزي. فرنسا اول من نشرت صوره لميسي وهو في اسرائيل وهو بيبوس الجدار، وطبعا ميسي ما سكتش للي يعرف، ورفع عليهم قضيه تشهير، وانتصر ميسي واخد $1 مليون. وميسي للي يعرف مرضيش يلعب مباراة في إسرائيل عشان خاطر فلسطين، وما بيحبش يشوف الأطفال الفلسطينيين وهم بيموتوا. ميسي اللي جريزمان اللاعب الفرنسي بيقول ميسي أعلى لاعب أخلاق، كان بيفوت ضربات جزاء عشان جريزمان هو اللي يلعبها. تخيلوا لاعب بالأخلاق زي دي هيعمل حاجة زي كده ويدعم إسرائيل اللي بتموت في اللاعبين الفلسطينيين. ميسي اتعملت عليه مؤامرة لدعم إسرائيل بأيادي مجلة فرنسية مستغلة طيبته ووداعته. انتوا عارفين ميسي وديع، وشفتم البوليهي اتعامل ازاي مع ميسي في مباراة السعودية، وميسي كان بيبتسم، رد الفعل بتاعه كان بيبتسم. فلازم نفوق، ويكفي ان ابو تريكا اللي بعض الناس قعدوا يتريقوا عليه لما قال الركراكي غير خطته ده مش كويس، وصدق كلامه في النهاية، فعلا ما طلعش كويس، وكان تغيير خطة المغرب برضو من أسباب